صباح الخير والسعادة على كل حبايبي ومتابعيني في أكلة هنية. النهاردة يا حبايبي بقى هنعمل مع بعض البامية عادية جدا من غير لحمة ومن غير أي حاجة، عشان بس أوريكم طريقتها ازاي، لأن في ناس كتير بتشتكي إن البامية بتطلع معاهم مش مظبوطة. هنا أنا معايا كيلو بامية، أنا بغسله الأول قبل ما بقمعه أو أنضفه، وبعد كده بنشفه كويس وأنضفه بالشكل ده. وهنا بختار البامية اللي فيها حتة حمرا عشان ما بيبقاش فيها شوك ومحدش يشتكي منها إنها بتشوكه. نبدأ الطريقة مع بعض. هجيب هنا الحلة بتاعتي، هنزل بمعلقتين سمنة أو شوية زيت ذرة. وأهم حاجة هنا عشان يديني طعم حلو بيكون معايا حتتين دهن كده شايلاهم من اللحمة كده في التلاجة، بطلعهم أقلبهم كده في السمنة الأول، وبعد كده بجيب بصلاية كبيرة أقطعها قطع صغيرة وبنزل بيها على الدهنة دي والسمنة وهحمرها لحد ما توصل للون الذهبي الجميل ده. هنا كيلو البامية بياخد معايا كيلو طماطم معصورة. لو عندك بقى صلصة في الفريزر بتقدريها بكيلو طماطم برضو، وبتنزلي بيها على البصلة بالشكل ده، وبنزل برشة ملح ورشة فلفل اسود واسيبها تتسبك معايا لغاية ما السمنة تطلع على وشها. بعد كده هنزل بالبامية بتاعتي عليها واقلبها واشوحها فيها تشويحتين كده حلوين. وبعد كده بقى من سر ريحة البامية الجميلة وطعمها الجميل هجيب معلقة توم مفروم وقرن فلفل أخضر حامي، وهقلبهم في البامية بالشكل ده. هيدوني طعم حلو قوي معاها، والريحة بقى تحفة تحفة بجد. بعد كده هنزل بقى بكوباية مية كده واقلبها فيها قبل الشوربة، لان المية لما بنزل بالشوربة الاول بتخلي لونها يبقى فاتح معايا ومش حلو، فبنزل بالمية الاول واسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده بنزل بقى بكبشتون شوربة. عندك شوربة لحمة، عندك شوربة فراخ، بتنزلي بيهم، ما عندكيش انزلي بمكعب مرق الدجاج وقلبيه فيهم كويس. هنا بقى البامية سيبها تغلي كده وتاخد وتدي مع بعضها لغاية ما تستوي على النار وتديني اللون الأحمر الجميل وتديني الشكل الحلو بتاع البامية ده. هبدأ أغرفها بقى بطبق التقديم بالشكل ده كده. وطبعا منساش طبق البتنجان المخلل الجميل اللي هناكله مع البامية، والليمونة بقى كده اللي هنعصرها عليها عشان تديني طعم حلو قوي. وكده زي ما انت شايفة طالعة حمرا وحلوة قوي، مش بهتانة ولونها حلو والطعم كمان تحفة. كده خلصنا الطبق بتاع النهاردة، وتاكلوه بقى يا حبايبي بالهنا والشفا. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي مع اكلة هنية، وما تنسونوش بقى يا حبايبي في اللايك والشير.